هنتكلم النهاردة عن نوع تاني من المشاعر، ودي مشاعر بتواجهنا برضو، ومش هقول كلنا لكن هقول معظمنا. يعني هي مشاعر الفشل. أوقات كتيرة بنحس إن احنا فشلنا في حاجة، ويبقى شعوري بالضغط من جوه هو أنا فاشل. الكلمة دي ممكن أقولها لنفسي أنا باستمرار، فلما بقولها بتغير حاجات فيا. هنعرف ايه اللي بيتغير وهنعرف ازاي نواجه ده. اول حاجة عايزين نتكلم عليها هي مفهوم الفشل. في مفهوم الفشل عند الناس مش واحد، يعني مش كل الناس هتقول لهم كلمة فشلت هيبقوا متوقعين ايه اللي حصل. لا، كل واحد فينا بيفكر بطريقة مختلفة، وكل واحد عنده مفهوم مختلف عن الفشل. طيب ايه مفاهيم الناس عن الفشل؟ في واحد شايف ان هو فاشل لو محققش الحاجة زي ما هو عايز بالظبط. يعني هو راسم خطة في دماغه بشكل معين، بأحداث معينة، بمواقف معينة، بردود، بأفعال، بمكسب، بخسارة، بكل حاجة زي ما هو شايف، زي ما هو راسمها. ولما ما بتحصلش زي ما هو عايز بالظبط 100%، بيعتبر نفسه ان هو فاشل. دي نقطة مهمة جدا، لأن الليفل ده من إحساس الفشل ده صعب جدا. يعني لو محققتش كل حاجة زي ما أنا عايز، زي ما أنا شايف، بعتبر نفسي فاشل. لا، المفهوم ده محتاج يتغير. في واحد تاني طالع من الأسرة ناقدة باستمرار. بابا بينقد باستمرار، على طول على طول على طول. ماما مش شايفة إن في حاجة كويسة. دي طريقة تفكير بابا وتفكير ماما. فبنكتشف ان هما دايما مع الاولاد عندهم نقد مستمر. العلاقة بينهم نقد مستمر، او العلاقة بين ماما وبابا نقد مستمر. ماما دايما مش راضية عن اللي بيعمله بابا، او دايما شايفة بابا مقصر. دايما بتوجه اللوم لبابا، او حتى جواها، مش ضروري تقول كلام لان الولاد فاهمين او قاريين اللي جوه بابا وماما. دايما مشاعر النقد او مشاعر عدم الرضا او مشاعر التقصير اللي بتكون متوجهة من بابا وماما لبعض، او من بابا وماما للاولاد، بتخلي الطفل دايما حاسس بان هو مقصر في حاجة غلط، في حاجة مش كاملة ومظبوطة. انا مش هعرف اكون ناجح باي مستويات. فدي بنقول اللي هو اتربى بالطريقة النقدية. هو دايما شايف ان في حاجة غلط ناقصة، وده بيعتبره ان هو فشل. في حد تاني ممكن يعتبر الفشل اتعرض لمشكلة كبيرة جدا، يعني مثلا بيقدم برزنتيشن مثلا في شغله او اي حاجة، وحصلت حاجة صعبة جدا، او اتقال الكومنت صعب جدا. الكومنت ده اتقال بصورة عفوية لكن جرحه جدا. من ساعتها هو بقى عنده احساس بان هو فاشل. ودي خلينا ناخد بالنا احنا في تعليقاتنا على شغل الناس. يعني حتى لو الشغل فيه نوع من التقصير، لازم اقول التقصير بطريقة لطيفة، سهلة خفيفة، بحيث ان انا اوصل المعلومة من غير ما اجرح اللي قدامي، علشان ما يحسش بالفشل وان هو فاشل دايما. الحاجة الأخيرة أني أنا وارث الحاجة دي، الإحساس ده، المفاهيم دي، المشاعر دي من بابا وماما. بابا وماما لو هما شخصيات عايزة كل حاجة كمالية بصورة يعني بصورة فظيعة، أنا كمالي النص درجة بالنسبة لي فارقة. المشاعر الحاجة مش في مكانها دي فارقة. الطريقة دي في التفكير بتخلي الولاد يورثوا نفس الفكرة، ويبقى عندهم إحساس دايما أنا مش كامل، أنا مش على مستوى بابا وماما. فدايما بيديله إحساس بأن أنا فاشل، أنا عندي مشكلة، أنا فاشل. طيب ايه الحاجات دي لما بتكون جوانا بتخلي طريقة تفكيرنا ازاي؟ أول حاجة إن هي بتخليني حاسس دايما إن إمكانياتي قليلة. يعني انا في اعتقادي الشعور ده بيخلي شعور الفشل ده اللي جوايا، او التقصير، او عدم امكانية بان انا ارضي اللي معايا، ده بيخليني احس بان انا خلاص انا امكانياتي قليلة، انا مش هقدر اعمل حاجة.
ودي بيسموها النبوة المحققة. يعني ايه؟ يعني انا بتنبأ عن نفسي ان انا مش هقدر اعمل الحاجة الفلانية وبالتالي ما اعملهاش. زي مثلا بابا وماما عندهم دايما شعور ان ابنهم او بنتهم مش هتجيب نتيجة كويسة او مش هتنجح النجاح اللي هم عايزينه. مجرد الشعور ده قدام بابا وماما او ان هم بيطالبوه بحاجة كبيرة وغير كده، ده معناها اني انت محققتش النتيجة المرجوة، يبقى انت فاشل. ان اللي بيحصل ايه؟ ان الولد او البنت بيبتدوا يعملوا حاجة اسمها نبوءة محققة. يعني ايه؟ يعني انا ليلة الامتحان ابتدي مثلا اتعب، ودي حاجة لا إرادية في اللاوعي بتاعي، يجيني مغص مثلا، أو أتكلم في التليفون فترة طويلة مع حد من أصحابي، أو أتخيل إن في مشكلة كبيرة موجودة فأنا ابتدي أورط نفسي فيها. ليه ده كله؟ علشان النتيجة لما ما تطلعش زي بابا وماما ما قالولي، السبب مش فيا يا جماعة، السبب في الأحداث أو في الموقف، أو دي بيسموها نتيجة نبوة محققة. يعني أنا بقول لنفسي، وكل الحاجات دي بتحصل في اللاوعي، إن أنا ليلة الامتحان أتعب قوي علشان لما ما جبش النتيجة يبقى السبب في التعب مش السبب فيا. كمان انا مخي بيتبرمج ان انا امكانياتي قليله وان انا مش هنجح في ولا حاجه، وبالتالي ببتدي اضيع الفرص مني عشان ما انجحش. ليه عشان ما انجحش؟ انا مقتنعه ان انا امكانياتي قليله. المخ كمان بيتغير وبيستقبل فكره اني الاحلام دي او الاهداف دي بالنسبه لي انا مش هوصل لها، فابتدي اتعامل على هذا الطريق، على هذه الفكرة. مش بس كده، الحقيقة المشكلة اللي اكبر ان انا ببتدي خلاص ارضى بالامكانيات دي واضيع الفرص واعيش في منطقة الراحة بتاعتي، وابعد على اني امكانياتي تقدر تطلعني بره منطقة الراحة. ويا ريت انا ببقى راضي ومبسوط، لا بالعكس، ده انا مش راضي ومبسوط. انا ببتدي اعاني من كمية من القلق والخوف والتوتر والحزن اللي بيخليني دايما تعبان. اذا انا عندي مشاكل كتيرة، مش بس محققتش اهدافي، مش بس ان انا حاسة ان انا ما، لا ده انا بتنبأ ان انا مش هعمل وبنفذ النبوة اللي انا اتنبأتها عن نفسي ان انا مش هنفذ، مش هنجح. وكمان عندي قلق وحزن دفين، انا مش عارف الحزن ده جاي منين، او القلق والتوتر والخوف ده جاي منين. طيب اعمل ايه؟ السؤال المهم، اعمل ايه؟ الحقيقة كلنا بلا استثناء عندنا خبرات بتخوفنا من جوه، وبنعتقد ان ده نوع من الفشل. الخبرات دي احنا محتاجين نتكلمها مع حد امين، حد دارس ومشورة يفهم، بس يطلع لي الحاجات دي قدامي على الترابيزة ويقول لي السبب ان انت خايف او ان انت عندك شعور بالفشل هو ده، والموقف ده وده 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 وده. ونبتدي ناخد تدريبات ان هي تقوينا ان احنا نطلع بره الدايرة دي، بره المشاعر دي، بره الفكرة دي، نقاومها، نقدر نحاربها جوانا بحيث ان احنا نعدي المنطقة دي. لما بنعديها طريقة تفكيرنا واستقبالنا وإدراكنا لإمكانياتنا وإدراكنا لأهدافنا اللي احنا محتاجينها، إدراكنا لا وعينا نفسه بيتغير لفكرة إن أنا قادر أعمل. من فضلك ما تقولش لابنك أنت مش قادر، من فضلك ما تتوقعش أكتر من اللازم من ابنك. اقبله، اقبلي جوزك على زي ما هو، اقبل مراتك زي ما هي. كل ده هيشجعها ان هي تبقى احسن. هنقابلكم المرة الجاية مع شعور جديد، وازاي نقبله وازاي نتفاهم معاه وازاي نغيره كمان. شكرا.